من أيام قليلة كانت جنازة المرحوم عبد الله ابن الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي اللي توفى غرقا في إحدى قرى الساحل الشمالي. وشفنا كلنا الفنانة لبلبة وهي في الجنازة وتأثرها الشديد لوفاة عبد الله اللي توفى في عز شبابه، وكانت وفاته صدمة للجميع. واللي كتير مننا ما يعرفوش إن لبلبة كانت متجوزة حسن يوسف، وده في بداية حياتها قبل ما يتجوز زوجته الحالية شمس البارودي. والغريب إن لبلبة ما اتجوزتش تاني بعد طلاقها من حسن يوسف اللي اتجوزته لما كان عندها 17 سنة بس، واتطلقت منه وهي عندها 24 سنة، يعني جوازهم استمر لمدة 7 سنين. وكانت جاوبت لبلبة في لقاء تلفزيوني عن سؤال جاء أكيد على بالنا كلنا دلوقتي: هي ليه لبلبة ما اتجوزتش بعد طلاقها من حسن يوسف؟ وقالت لبلبة إن جوازها من حسن يوسف كان عن حب، وإنه كان أول حب في حياتها. محدش يقدر ينكر اول قصه حب بيبقى قصه حب حقيقيه. ورفضت لبلبة إنها توضح إيه سبب طلاقها من حسن يوسف، وقالت إنها بتخجل تتكلم في الموضوع ده. وعن سبب عدم جوازها بعد حسن يوسف قالت لبلبة إن كل واحد جالها وطلبها للجواز بعد كده كان شرطه إنها تسيب الفن وتعتزل التمثيل. كل حد كان بيطلبني للجواز شرطه الوحيد إن أبعد عن الفن. وإن في واحد من اللي تقدموا لها بعد حسن يوسف كان نفسها إنها تتجوزه لكن رفضته وقالت له لأ، وده لأنه طلب منها إنها تبعد عن الفن وتكون زوجة وبس. وده ما كانش ممكن طبعا لأن الفن بيجري في دمها على حد قولها، وإن كل اللي تقدموا لها كانوا من خارج الوسط الفني. وقالت كمان إنها لو كانت اتجوزت تاني كانت هتخلف 3 أولاد، وإنها دلوقتي بتنصح أي حد بيتجوز إنه يخلف 3 أولاد لأن ولد أو 2 مش كفاية. ولحد هنا يكون الفيديو خلص، إلى لقاء فيديو جديد وخبر جديد.